دلوقتي خلاص اخيرا هناكل كشري على اصوله. طبقنا جاهز. بصوا جمال الدقه بالبصل. اهلا بيكم في اكله وضحكه. النهارده هنعمل طبق مصري اصيل كل الشعب المصري بيحبه. هنعمل الكشري. كشري زي كشري محلات التحرير كده، بس هنعمله من البيت بحله واحده بس. هنقول مكوناتنا انا واخده 4 بصلات كبار، بصل ابيض مقطعاه قطع صغيره، كوبايتين عدس بجبه، كوبايه رز عليهم رشه ملح ورشه فلفل اسود، وعامله كوبايه مكرونه، جايبه كوبايه مكرونه من الصغيره وحاطه شويه منهم سباكيتي مكسراه صغير، وكوبايه حمص مسلوق، معلقتين كبار كمون، معلقه صغيره كزبره ناشفه، 4 فصوص توم مطحونين، ومعانا الزيت. انتوا جاهزين؟ يلا بينا. هنحط شويه زيت، شويه حلوين كده. انا زودت شويه زيت كمان، بس مش مشكله، في الاخر انا هشيل كل الزيت الزياده ده بس عشان يحمر لي البصل حلو. اهو ابتدى لونه يوصل للبني، انا مش عايزاه دهبي، انا عايزاه لونه يبقى بني. طيب بس انا عايزه شويه بصل، هاخد جزء منه ده اللي هيتحط من فوق الكشري، من فوق هصفيه واخد شويه زيت منه ابعده وارجع لكم تاني. هنزل الثوم والكمون والكزبره، نديله تقليبه يا دوبك يطلع ريحه. هحط 6 كوبايات ميه، ادي 2، ادي 4، ده احط 6 كوبايات ميه، بس انا هحط 5، اذا عوزت هبقى ارجع ازود. عايزاكم تشوفوا البصله لما بقت لونها بني، بصوا لون الميه. زودت شويه ملح. دلوقتي هعمل هحط نص معلقه سكر والعدس اللي قلنا عليه. هنسيبه على نار متوسطه يغلي لمده 10 دقايق كده. لقيت الحبايه نص سوا. هنحط الرز وفلفل اسود وشويه ملح، وانا ظبطت هنا الملح، ظبطته بس عملت حسابي في الشويه دول اهو. هنا بقى هنعمل هنوطي عليه بعد 5 دقايق بالظبط. الرز طبعا مش هيكون استوى، هننزل المكرونه. دلوقتي هننزل بالمكرونه اهو، وهنديها بقى لفه. هنوطي النار خالص، هي اوريدي من ساعه ما نزلنا الرز كانت موطين عليه، هيستوي براحته. دلوقتي هعمل هقفل عليه هقفل عليه النار خلاص. هحط الحمص اهو، انا قافله النار دلوقتي عليه، يا دوبك هديله تقليبه وخلاص. على كده انا اخدت شويه زيت من الزيت اللي كنت بقلي فيه البصل اهو، وهحط بقى، هحط 4 5 فصوص توم مع ملح وفلفل، يا دوبك هياخد له لفه على النار، مش كتير بس يبتدي يطلع ريحه. احنا حاطه 4 معالق خل ابيض مع شطه. دلوقتي هحط 3 كوبايات صلصه. نوطي النار اهو، يا دوبك غلوه خفيفه عشان تاخد لون غامق، يا دوبك حاجه بسيطه كاتشب قد معلقه كبيره بس كده. هنسيبها على نار هاديه تتسبك. انا هضيف لها شويه ميه وهسيبها تتسبك براحتها خالص. نعمل الدقه. طيب انا جايبه بتاع 4 5 فصوص توم، وهنعصر عليهم ليمونيه كبيره و4 5 معالق خل اهو، وهنحط عليهم شويه شطه على حسب كل واحد بيحب الشطه قد ايه، بس الدقه اللي بالثوم دي لازم يبقى فيها شطه، وشويه كمون، وهنظبطها بالملح
اهو. حاولوا ما تكتروش الملح عشان خاطر في خل وليمون. وهنحط زي ما انت عايزه بقى، انا هحط تقريبا اقل من كوبايه ميه اهو. دول هنخلطهم وهنسيبهم كل شويه، تعالي قلبي فيهم كده، هنغطيهم ونسيبهم بتاع نص ساعه. طيب اول حاجه عايزاكم بس تسمعوا، بصوا البصل، سامعين الصوت مقرمش. طيب وادي الدقه كل شويه بنقلب فيها، انا سبتها يمكن اكتر من نص ساعه. هناخد اهو شويه كشري، حط عليهم شويه صلصه، طبعا ريحتها ريحه الخل بالثوم بيجنن اهو. انا بحب الصلصه تبقى قليله. وهنحط الدقه، الدقه دي اختياري، في ناس بتحبها في ناس لا، براحتكم. وادي البصل اللي من فوق، بصوا زي بقى ايه. جرب. اقول ايه، اقول اتفضل واقول ايه، بجد بامانه رائع. بس مشطشط شويه، ابقوا قللوا الشطه لو انتوا ما بتحبوش الشطه. جربوه بجد هيعجبكم جدا. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، واشوفكم المره الجايه. باي باي.